كل اللي بيقولوا الاهلي الدوري راح منه ما بيفهموش في الكوره. محدش بيفهم كوره وعارف يعني ايه مسابقه ويعني ايه دوري عام ويعني ايه مستوى فرق احنا شايفينه. الفرق المنافسه للنادي الاهلي احنا شايفين مستوياتها وعارفين بيلعبوا ازاي، وشفنا اقصى طموحاتهم واقصى اداء ليهم قدام الفرق، وشفنا معظم الفرق اللي لعبت في الدوري وعارفين المستويات كويس. فمحدش لو سمحتوا يقول الدوري راح من الاهلي وبالذات الاهلاويه. الدوري لسه في الملعب وبنسبه 99%. احنا مش هنعتمد على مستويات الفرق التانية، لا احنا هنعتمد على نفسينا، وان شاء الله الاهلي راجع. والقصة والمشكلة كلها كانت مع اللعيبة وكانت مع مدير الكورة، وكان ان مفيش لا ظبط ولا ربط، واللعيبة كل واحد من دماغه وكل واحد شايف التاني، وكل واحد بيتكلم على الفلوس وكل واحد بيتكلم على العقود، وكله طار في سكة التجديدات والفلوس اللي هتتجدد بيها العقود الجديدة، وكل ده هو اللي كان شاغل اللعيبة وقلب دماغهم وخلانا نشوف الاداء المنايل اللي احنا شفناه ده. اوضه اللبس كانت محتاجه مدير كوره، مدير كوره قوي زي وليد صلاح الدين. سيد عبد الحفيظ فرق معانا جدا يا جماعه بنسبه 100%. اللعيبه اللي جت جديده مش عارفه يعني ايه الاهلي، اللعيبه القديمه شافت لعيبه جديده ركبت عليها وركبت على مكانها في الملعب. كل ده عمل فجوه وعمل فرق في الاداء وفي المستوى وخلى التركيز صفر. فاللي بيقول الدوري راح من الاهلي احب اقول لك هشوفك اخر الدوري ان شاء الله لو لينا عمر. ده كان تنويه وتنبيه لجماهير النادي الاهلي ان هم ما ينسقوش ورا الكلام الفارغ، والاخوه الزملكاويه اللي هم مش معظمهم طبعا بس اللي ما بيفهموش في الكوره، اللي بيقعدوا يتريقوا ويقول لك اصل الدوري راح واصل واصل واصل، والهستيري والبستيري والناس اللي انا بشوفها الغريبه اللي بتتكلم دي. ما فيش حاجه اسمها الدوري راح من الاهلي، الكلام ده عاري تمام من الصحه. كان معاكم ايدو الصباغ واشوفكم في فيديو تاني على خير. السلام عليكم.